فهذا الرجل منهجه هو منهج الإخوان. إنني أناشده أي الملك عبد الله وفقه الله تعالى ورعاه بالعفو عن كثير من إخواننا المعتقلين المحكوم عليهم وغير المحكوم عليهم، في مقدمتهم الشيخ يوسف الأحمد والشيخ خالد الراشد والشيخ سليمان العلوان. فهذا الرجل بهذا الكلام وأيضا دعواه إلى هذا المذهب أو الدين الجديد، إنما هذا المنهج هو منهج جماعة الإخوان المسلمين. وأول من دعا عندنا في السودان إلى تبديل الدين وأن منهج الصحابة صار قديما ونحتاج إلى دين جديد يتعارض مع منهج الصحابة القديم كما زعم، هو التراب الإخواني. الناس ما عندهم وعي أصلا. طبعا ضلال عجيب، ده كله لازم يتجدد يا إخواننا عشان الناس يعرفوا. استمع الناس اليوم لمقاطع لصالح المغامسي يزعم فيها أنه يرجو أن ينشئ مذهبا فقهيا جديدا. الرجاء الذي أنا أرجوه من الله عز وجل أن يحققه، وليعذرني إخوتي العلماء، أن ينشئ الله على يدي مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا، مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا. أول حاجة يا جماعة، لا يجوز لإنسان أن ينشئ شيئا جديدا في الدين، لا في الفقه ولا في العقيدة ولا في أي جانب من جوانب الشريعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا أي أمر ديننا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى رد أي مردود وغير مقبول، يعني هو باطل. وقال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك في هذه الآية: فما لم يكن يومئذ دينا، أي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلن يكون اليوم دينا. ويكفي في بطلان منهج أو دين أو مذهب المغامسي الجديد أنه أسماه جديدا، مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا. فهذا شهد على نفسه وعلى مذهبه الجديد بالبطلان. ثم الرجل يقول: وأن المراجعة لما قد سلف أمر لا بد منه ولا مناص من الحيدة عنه. وأن المراجعة لما قد سلف أمر لا بد منه ولا مناص من الحيدة عنه، لا مناص منها، لا بد من إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد. يعني منهج السلف الصالح الذين أولهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، ده كله عند صالح المغامسي يحتاج إلى مراجعة ليجدد ويصير هناك منهج جديد غير منهج الصحابة والتابعين. وده من أبطل الباطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس يعني في دين، في الفقه، في فهمهم لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نحن ما محتاجين لدين جديد أو فقه جديد. نمرة 2، ما هو المنهج أو الدين أو الفقه الجديد للمغامسي؟ ما هو؟ واحد، وهو منهج تجويز الثورات والخروج على الحكام المسلمين. هنا في المقطع ده المغامسي يقول عن الثورات بما يسمى بالربيع العربي، يقول: نرجو أن تكون محضن خير. هل هذه الأحداث التي نشوفها، يعني الربيع العربي أو ما يطلق عليه الربيع العربي، هل هذه مخاض خير أو هي فتن؟ الناس نقول نرجو أن تكون مخاض خير. أما الثورات فلا تأتي بخير، الثورات لا تأتي بخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خرج على أميره قيد شبر مات ميتة جاهلية. وده يدل أن الرجل ده منهج هو منهج الإخوان المسلمين، لأنه الأصل والأساس في منهج الإخوان المسلمين هو الدعوة للخروج على الحكام والمظاهرات. الفقه الجديد للمغامسي دار يجيبه هو ما جديد، لكن هو ده منهجه أدار أصله للناس في فقهه الجديد ودينه الجديد. 2، هو الثناء على أهل البدع المكفرة والمفسقة كثنائه على أصحاب المنهج الإباضي المنحرف. جابر بن زيد المذهب الإباضية، عندي نسخة من المذهب وأتأمله وأقرأه، وأنا يعني أجل أهل هذا المذهب وأحبهم، الإباضية هي خوارج يكفرون بالكبيرة ويقولون القرآن مخلوق، جمعوا بين مذهب الجهمية ومذهب الخوارج. والإباضية باختصار هم جهمية وخوارج، ينكرون أن القرآن كلام الله ويقولون إن القرآن مخلوق، وهذا كفر بالله باتفاق العلماء. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الإباضية يكفرون صاحب الكبيرة، الإباضية يكفرون الصحابة كتكفيرهم لعثمان بن عفان وتكفيرهم لعلي بن أبي طالب. الإباضية يقولون بخلود صاحب الكبيرة، ولهم طوام ولهم شركيات ودعاء لغير الله واستغاثة لغير الله وعبادة للأولياء والطواغيت. كذلك ثناؤه على البوطي الصوفي الشيعي الرافض. الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رجل له مؤلفات
وله دروس علمية شرعية معتبرة ومعدود في علماء المسلمين. ويكفي في منهج البوطي أنه قال: أتمنى أن أكون أصبعا من أصابع حسن نصر الله الشيعي المحارب لله ورسوله وللمؤمنين. قلت أتمنى أن أكون عند الله مساويا لإصبع حسن نصر الله. أما محمد بن عبد الوهاب فرجل شذ عن مذهب إمامه وجاء بأباطيل الحقيقة. كذلك المغامسي من منهجه الجديد التسوية بين أهل الحق أهل السنة وبين الشيعة الرافضة بل والإسماعيلية والإباضية وجميع أهل الضلال والكفر والإلحاد كما قال هو بنفسه. كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء، أنا أقول بوضوح إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. أما الشيعة الذين يساويهم المغامسي بأهل الحق أهل السنة فهم يزعمون أن القرآن الذي بين أيديكم أيها المسلمون محرف ومغير، وأن المصحف الحقيقي هو الذي عندهم زعموا يسمى بمصحف فاطمة. الرافضة يزعمون أن عائشة رضي الله عنها زاني. الرافضة الشيعة الذين يثني عليهم المغامسي في دينه الجديد وفقه الجديد يكفرون الصحابة، يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وكثيرا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإسماعيلية الذين يثني عليهم المغامسي في دينه وفقه الجديد فهؤلاء يعبدون غير الله، وقد عدهم العلامة الإمام ابن باز رحمه الله من غير الفرق الإسلامية، بل وكفرهم لأنهم يؤمنون بالعقيدة الكافرة عقيدة عبادة العقول العشرة، ويزعمون أن العقول العشرة هي التي خلقت الخلق وخلقت العالم. أما المغامسي في دينه الجديد يريد أن يساوي بين هؤلاء المجرمين الأفاكين الملحدين وبين المسلمين من أهل الحق أهل السنة، وقد قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أيضا يطعن في الأسانيد وعلماء الحديث الذين اعتنوا بهذه الأسانيد، فيقول المغامسي في دينه الجديد يقول: طغى السند فدخلت أحاديث من الصعب نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد من تحرير المسائل. طغى السند فدخلت أحاديث من الصعب نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا الإسناد كما قال السلف الصالح: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ثانيا الإسناد جاء به القرآن ليس السنة فحسب، إنما جاء بالإسناد القرآن، فمن طعن في الإسناد وجعل الإسناد قد طغى وجعل الإسناد طاغيا كما جعله المغامسي في فقهه ودينه الجديد فقد طعن في القرآن والسنة. ثم لم يأتي المغامسي بهذه الأحاديث التي من الصعب نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من الصعب بل من المستحيل أن يأتي المغامسي بدليل واحد من الأحاديث التي زعم أنها لا يستطاع نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المغامسي في فقهه الجديد ودينه الغريب قال: لو قال فرسان الحديث أنها صحيحة، والصحيح إنها صحيحة السند، هذا لا يكفي، وهذا أضر بالناس كثيرا. ولو قال فرسان الحديث أنها صحيحة السند هذا لا يكفي. لا، فرسان الأحاديث وعلماء السنة جاءوا بالأحاديث وبينوا صحيحها من سقيمها، وإلا من أين عرف المغامسي أن هناك أحاديث صحيحة وأخرى سقيمة لولا بيان فرسان الحديث رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قال في دينه الجديد: دخلت أحاديث أحاد لا يمكن، وسكت. دخلت أحاديث أحاد لا يمكن. وحديث الآحاد إذا صح إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مقبول في العقيدة وفي العبادة وفي جميع مناحي الدين، وهذا كلام العلماء كالأئمة من قبل والسلف من قبل وعلماء الحديث من قبل، وكعلمائنا المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة وهيئة كبار العلماء والشيخ العثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ العباد وجميع علمائنا إلا هذا الرجل الدخيل على أهل العلم. وأنا أقول منهج هذا الرجل الذي يجوز فيه الثورات ربيع العربي. هل هذه الأحداث التي نشوفها يعني الربيع العربي أو ما يطلق عليه الربيع العربي هل هذه مخاض خير أو هي فتن الناس؟ نقول نرجو أن تكون مخاض خير.
أما الثورات فلا تأتي بخير، الثورات لا تأتي بخير. الذي يدافع فيه عن الإخوان المسلمين لما سجنوا في المملكة، وجزى الله حكومة المملكة خير الجزاء لما فعلت من كف الشر ودرء الفتنة بحبس هؤلاء المفتنين الذين أرادوا أن يدمروا بلاد الحرمين ويجعلوا فيها التفجيرات والتكفير والمظاهرات والخروج على الحكام، جزاها الله خير الجزاء. أراد هذا الرجل أن يدافع عن هؤلاء، بل دافع عن هؤلاء. إنني أناشده أي الملك عبد الله وفقه الله تعالى ورعاه بالعفو عن كثير من إخواننا المعتقلين المحكوم عليهم وغير المحكوم عليهم، في مقدمتهم الشيخ يوسف الأحمد والشيخ خالد الراشد والشيخ سليمان العلوان. فهذا الرجل بهذا الكلام وأيضا دعواه إلى هذا المذهب أو الدين الجديد، إنما هذا المنهج هو منهج جماعة الإخوان المسلمين. وأول من دعا عندنا في السودان إلى تبديل الدين وأن منهج الصحابة صار قديما ونحتاج إلى دين جديد يتعارض مع منهج الصحابة القديم كما زعم، هو التراب الإخواني. أما في البلدان العربية هو القرضاوي الإخواني، وكذلك سلمان العود الإخواني وغيرهم من شيوخ جماعات الإخوان المسلمين. فهذا الرجل منهجه هو منهج الإخوان. وأخيرا يفهم من كلام المغامسي وإتيانه بمنهج جديد وفقه جديد أن عقيدة المملكة العربية السعودية القائمة الآن لا تعجبه، ولذلك هو يريد أن يستبدلها بعقيدة ومنهج وفقه جديد، وهذا خلاف ما دعا إليه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، حيث بين أن عقيدة ومنهج المملكة العربية السعودية هو ما كان عليه القدماء من السلف الصالح من الصحابة ومن سار على نهجهم رضوان الله عليهم أجمعين. ونحن ناس لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا عقيدة السلف الصالح جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.